في أوضة ضلمة ومريبة الكاميرا بتصور جي قاعد يعيط وبينزف وفي طوق حوالين رقبته وصوت المذيع بيبارك له إنه كسب. كان موعود إنه يروح بيته بعد اللعبة ما تخلص، بس المذيع قال له إن ده وقت الجولة الأخيرة. ظهر 3 صناديق وجيك لازم يختار واحد. شد خيط عشان يفتح الصندوق وطلعت له بندقية. المذيع شكر جيك على اللعب وشد خيط، قام سخب لعبة صغيرة كده اللي في الآخر ضربت النار من البندقية وقتلت جيك. في الوقت ده 4 صحاب وصلوا بيت صيفي. البيت ده كان بتاع عم جيمس اللي انتحر بعد ما مراته ضيعت كل استثماراته وفلوسه، وعشان يحتفلوا بعيد ميلاد أنيتا الشلة قضت اليوم كله مهيصين. بالليل بقى جيمس بدأ لعبة صراحة ولا جرأة، بس أنيتا ما كانتش واثقة في طلبات صاحبها وعدها. ميليسا طلبت جرأة، فجيمس قال لها بوسي أنيتا، بس ميليسا ما كانتش عايزاه يتعامل معاها كأنها فرجة وقالت لا. جيمس صمم وقال ده بيتي وانا اعمل اللي انا عايزه، وانيتا اعترفت ان ما عندهاش مانع. البنات بسوا بعض بوسه سريعه، وبعدها جيمس حاول يبوس ميليسا هو كمان، بس هي زقته بعيد عنها في ساعتها. جيمس شاط واشتكى انهم مش متعاونين معاه. فجأة سمعوا صوت غريب بره. ماثيو قال يا جماعه ولا حاجه ما تقلقوش، بس الاصوات كترت بعدها على طول. الكل اتسمر مكانه وبصوا الباب لورا، وجيمس استغل الفرصه ورعبهم. انيتا بتتساءل لو المفروض يطلبوا البوليس، في حين ان جيمس مسك حديده الدفايه وراح يشوف في ايه. الباقيين عملوا فيه مقلب وطفوا النور، فاضطر يستخدم موبايله. فجأة اتخض من صرخه، بس طلعت ميليسا اللي كانت بتتسحب بره. في اللحظه دي جيمس لقى حاجه وسط الزرع وجابها معاه جوه. الكل اتصدم لما شافوا كاميرا وشريط، وجيمس صمم يتفرج عليه. ماثيو شايف ان الموضوع مريب، وانيتا شايفه انها فكره مهببه انهم يدخلوه البيت. لما جيمس فكرها مين صاحب البيت أنيتا واجهته وقالت له إن محدش هنا بيطيقه أصلا، وإنهم مصاحبينه بس عشان فلوسه، وراحت مكسرة الشريط. جيمس اتجنن وزعق فيهم وقال لهم امشوا من هنا، وقعد يقول كلام زي السم عن أنيتا العيانة. دلوقتي الصحاب ما كانش قدامهم غير إنهم يروحوا أوضهم، وفي الوقت ده شخص غامض دخل البيت في صمت. جيمس كان بياخد دش وشاف باب الحمام اتفتح فجأة، مسك الموز بتاعه واستعد يدافع عن نفسه لما حس بحد، بس طلعت ميليسا تاني. قالت له إنها ممكن تكون معجبة بيه، وهو وراها إيه اللي تحت الفوطة، بس هي ضحكت لأن ده كان مقلب تاني. ماثيو بدأ يلم الزبالة في الليفينج ومش شايف الخيال اللي في الأوضة اللي جنبه. لاحظ إن لمبة الكاميرا منورة أحمر، ولما لف أخيرا الخيال كان اختفى. بعد ما رمى الزبالة ماثيو طلع فوق واتصدم لما لقى أنيتا مغمى عليها. لما راح يطمن على ميليسا لقاها هي كمان في نفس الحالة. ندى على جيمس، بس الشخص الغامض بخته من ورا بحقنة. ماثيو جري تحت يدور على جيمس بس مش لاقيه، قام جري لبره البيت وراح واقع مغمى عليه. بعد فترة ال4 صحاب فاقوا وهم متسلسلين في حيطة وفي كاميرا بتصور. شافوا اللي هاجمهم بيصفر وبيحرك شوية حاجات قبل ما يسيب الأوضة. جيمس بدأ يشد في السلسلة بس مفيش فايدة، والخاطف بتاعهم كان مستمتع وهو بيتفرج عليهم من كاميرات المراقبة في أوضة لبسه. بعدها الراجل رجع الأوضة والشلة أخيرا شافت باري المذيع المقنع اللي داس على زرار عشان يسحب السلاسل اللي جوه. بعدين عمل عد تماثلي عشان يبدأ العرض، والأضواء كشفت عن شوية تماثيل مانيكان المفروض إنهم الجمهور، ومع موسيقى وتصفيق متسجل شغالين من سماعة قدم ال4 المتسابقين للجمهور. وأنيتا اتصدمت لما سمعت عارف تفاصيل عن حياتهم. باري عايز الصحاب يلعبوا حجرة ورقة مقص، بس المجموعة كانت مش فاهمة حاجة، وده خلاه يطلع فاصل إعلاني ويجري على أوضة لبسه. لما باري بيجيب مقص شجر من الدرج عور إيده بالغلط. جيمس فاكر إن ده مقلب لبرنامج واقعي، وأنيتا بتقوله إن البرامج مش بيدوا مخدر للمتسابقين بتوعهم، بس جيمس مصمم إن في حد مرتب لده. أنيتا فكرته إن الوحيد اللي يقدر يدفع تكاليف حاجة زي دي. بعد ما ربط إيده باري رجع ومعاه المقص، طلب منهم يقربوا وخلاهم يلعبوا حجرة ورقة مقص. النتيجة النهائية كانت سلطة، فباري قرر يخلي الستات يلعبوا الأول. قال لأنيتا إنها لو غلبته هتقدر تختار جايزة. أنيتا اختارت ورقة وباري اختار مسدس بإن عمل شكل صباع. اعترف إن حركته دي مش محسوبة وقال لها تقدري تختاري جايزتك، مقص ولا ضرب نار. هي اختارت ضرب نار، وعشان ميليسا عملت ورقة في الجولة الأولى خلاها تفتح بقها واستخدم كارت عشان يشرح زوايا بقها. ماثيو استخدم صخرة، فباري خبطه بصخرة على دماغه. بعد كده قطع صباع من صوابع جيمس بالمقص، وأخيرا طلع مسدس وضرب نار على أنيتا، بس طلعت شعلة ولعة، وبدل الرصاص خبط أنيتا في الحيطة بإنه شد السلسلة لورا، وده خلاها تفقد الوعي. بعد كام ساعة أنيتا فاقت. خناقة دارت لما جيمس بدأ يرمي اتهامات تاني. فجأة باري رجع وكشف عن عجلة القلم على الحيطة. الكل قعد يترجاه يرحمهم، فباري قال هيديهم فرصة بجولة إضافية، لو اعترفوا بأوسخ حاجة عملوها ممكن يمشوا أو يموتوا. سأل جيمس الأول، ولما رفض يجاوب باري ضربه في منطقة حساسة بالعصاية. جيمس شرح إنه عمل حادثة عربية وأبوه شال الليلة بداله. الشخص اللي هو خبطه مات في الحادثة لأن جيمس ما طلبش الإسعاف أصلا. باري فضل يضغط بالعصاية لحد ما جيمس قال إن اسم الضحية كان أشلي. بعده باري حط العصاية على رقبة أنيتا عشان يخليها تتكلم. اعترفت إنها عشان تدفع تكاليف عملية أمها عملت موقع للكبار ودلوقتي ندمانة. بعدها
ماثيو شرح إنه بينصب على الناس أونلاين وشاف كل حاجة صحابه عملوها على النت. خدع زوجين عواجيز عشان يدوا بيانات هويتهم، بس حتى ما خدش الفلوس لأنه بعتها بالغلط لشبكة بلوك تشين. ميليسا اعترفت إن ملاجئ الكلاب اللي بتشتغل فيها ما فيهاش فلوس كفاية، فبعت شوية كلاب بيتبول لحلقة مصارعة كلاب، وقالت مبررها إنهم كده كانوا هيعدموهم. بعدها باري خلى ميليسا تلف العجلة. النتيجة خلت باري يديها فيو فايندر، ولازم تستخدمها عشان تقلب في شوية صور. لو عرفت ال3 مدن المشهورة اللي في الصور تكسب. عرفت باريس صح، ولما نقلت للصورة اللي بعدها في إبرة بدأت تقرب. نفس الكلام حصل لما عرف إيوك، بس فشلت في التالتة. باري قال إنه لازم يعاقبها، بس الكل أقنعه يديها فرصة تانية. ميليسا استخدمت النضارة تاني، وأول ما داست على الزرار الإبرة غزت عينها. الكل جاله حالة ذعر ورفضوا يلفوا العجلة، فباري لفها بدل جيمس وجات على المفضلة عنده. مسك شنيور وشرح إنه المفروض يجري ورا جيمس في الأوضة، بس هو مش بيحب الواد ده عشان رغاي قوي، فرمى عملة وجيمس طلع كسبان. قام باري حط الشنيور في إيد أنيتا وقال لها تخرم ودن ماثيو، لو ما عملتش كده هيخرم هو ميليسا وجيمس، وبدأ العد تنازلي. فأنيتا ما كانش قدامها حل غير إنها تخرم ودن ماثيو وسابته في ألم لا يطاق. رمت الشنيور لما خلصت وراح مكسور. باري زعق لها بغضب وقال لها إنها كسرت القوانين قبل ما ياخد الشريط من الكاميرا ويرجع لأوضة لبسه. حط لزقة على شريط الفيديو وكتب عليه اسم ماثيو قبل ما يضيفه لكومة شرايط تانية زيها. بعدها بلحظات باري رجع الأوضة وأعلن إن الجولة دي مختلفة شوية. شاشة سمت اللعبة الورقة الرابحة وهو بيشرح القواعد. سؤال واحد الكل يجاوب واللي يجيب أعلى سكور يكسب. باري قال إنه سأل 100 واحد يسموا أكتر حتة في جسمهم بتوجعهم وعايزهم يخمنوا الإجابات. ماثيو قال الراس، ميليسا قالت الركب، وأنيتا جاوبت المعدة. جيمس عمال يحاول يوصل لباري عشان يضربه، بس السلسلة بتوقعه كل شوية. باري اتنرفز وقال إجابته هو الرقبة، لأنهم كلهم وجع في رقبته. بعد كده باري طلع شوية ورق عليه الإجابات. رقم 1 هي الراس، 2 العضلات، 3 الرقبة، و4 الرجلين. ماثيو لفت نظره إن الإجابات دي مجموعها مش 100، فباري لقى ورقة أخيرة مكتوب عليها المعدة، ودي أعلى من العضلات، وده معناه إن ميليسا خسرت اللعبة. بعد ما سحب السلاسل لورا باري شغل المكبس الهيدروليكي بتاعه. المكنة بدأت تنزل دكبش فوق ميليسا ونغزت دماغها، بس باري وقفها. أعلن عن جولة إضافية وسأل الباقيين لو عايزين يبدلوا أماكنهم مع ميليسا، بس رفضوا. بعد ما ميليسا ترجته عشان حياتها باري شغل الدكبش تاني وراح كاسر دماغ ميليسا نصين. بعد كده باري خد الشريط ورجع عشان يفك جثة ميليسا والنور عمال يرعش. قعد يضحك وهو بيسحل الجثة بعيد وسايب وراها خط دم. في أوضة لبسه باري قلع قناع وعمل في وشه نفس اللي عمله في بق ميليسا، وفي ندبات تانية بتدل إن دي مش أول مرة. في الوقت ده جيمس مكمل شد في سلسلته وسمع صوت مش قادر يحدد هو إيه. في اللحظة دي باري رجع ومعاه تلفزيون وشغل فيديو لريبيكا وهي مربوطة في كرسي وبتتعذب هي كمان. بعدين قعد قدام أنيتا وقلع القناع. هي قالت له إنها أسفة قبل ما يلبسه تاني. الفيديو بعدها ورا باري وهو بيقتل ريبيكا بمنشار كهرباء. بعد ما باري ساب الأوضة جيمس قال إن شكله مألوف. أنيتا شكت إن ماثيو عارف إنها كدبت بخصوص موقع الكبار، وماثيو أكد ده قبل ما يقول لجيمس إن أنيتا كانت شغالة في برنامج باري ميلر. جيمس لمها على كل حاجة وطلب تفسير، فأنيتا اتكلمت. باري ميلر كان مذيع مسابقات ناجح جدا، وأنيتا كانت ضمن طاقم العمل. في يوم هي وزمايلها كانوا بيتفرجوا على الأخبار وعرفوا إن مذيع التوك شو بتاعهم خد براءة من كل تهم التحرش عشان الضحايا سحبوا شهادتهم. ريبيكا كانت قرفانة وأنيتا تسألت لو الراجل ممكن يكون بريء. جيك قال إن واحدة من الضحايا كانت راكبة عربية جديدة، يبقى غالبا كل الضحايا اتقبضوا. ريبيكا وضحت إن الشركات بتتخلص من المتحرشين العواجيز عشان يحموا القناة من الشوشرة، وإنها سمعت إن باري مفترس اللي يمسك عليه حاجة ممكن ياخد فلوس كتير، وده هيكون كفاية لمصاريف عملية أنيتا. فادعت إن باري مسكها مرة وعشان هي ما جرتوش في الكلام ما ترتتش. جيك افتكرها بتكذب. كلامهم اتقطع لما باري جالهم الترابيزة ومعاه تورته لأنيتا وخلى الكل يغنوا لها هابي بيرثداي. لما باري لمس كتف أنيتا ريبيكا اتفزعت وطلبت منه يبطل يلمس الستات، وده خلى لحظة محرجة جدا. بعد فترة ريبيكا وجيك أقنعوا أنيتا تقدم شكوى في الموارد البشرية وعرضوا عليها فورا مبلغ محترم مقابل إنها تمضي اتفاقية عدم إفصاح وتسيب الشركة. نرجع للحاضر. باري رجع وجيمس قال له المفروض ما يعاقبوش هو، يعاقب أنيتا بس، والحقيقة عرض يساعد باري بفلوس العيلة وعلاقات أبوه. باري مثل إنه متحمس لفكرة إنه يرجع عيلته وبرنامجه، وقال إنه هيبعت راس جيمس لأبوه. بعدها باري طلع راس محامي الشركة عشان يجبر أنيتا تاكل لسانه. في الوقت ده جيمس فضل يشد السلسلة وأخيرا خلعها من الحيطة. فجأة جيمس وقع باري واستعد يهاجمه بالسلسلة، بس باري داس على زرار شغل صاعق كهرباء مخفي في السلسلة وكهرب ال3 لعيبة لحد ما أغمى عليهم. بعد لحظات الشباب فاقوا وهم متحرزمين على ترابيزات.
ولاحظوا ندبات وحشة على بطنهم. باري أعلن إن اللعبة جاية اسمها قرار الشق، ورمى نصل لأنيتا على الأرض قبل ما يجري على أوضة لبسه. وعبر السماعات باري قال لهم إن في مفتاحين جوه بطن ماثيو وجيمس، وعشان يخرجوا من الأوضة محتاجين يفتحوا الباب، يبقى مفتاح واحد كفاية. أنيتا قالت مش هعمل كده، بس باري أدد إنه هيسيبهم هنا يموتوا من الجوع. جيمس عرض يدفع لأنيتا كويس لو ما اختارتهوش. في الأول كان باين إن أنيتا رايحة لماثيو، بس لفت فجأة واختارت جيمس. شقت بطنه ودخلت إيدها بينما جسمه عمال يترعش. وأول ما أخيرا لقت المفتاح وجيمس مات، أنيتا جريت على الباب بس مش عارفة تفتحه. باري ضحك وقال إن الباب مقفول مغناطيسيا، وأعلن كمان إن آخر واحد يفضل عايش هو اللي يكسب، وحرر ماثيو من الترابيزة. وهو بيمسك النصل ماثيو وضح إنهم مش هينفع هما الاتنين يخرجوا، لأن لازم يكون في فايز واحد. قال إنه بيحبها وبسها على خدها قبل ما يحلفها إنها لازم تكسب. بعدين استخدم النصل عشان يخلص على نفسه. باري بارك لأنيتا على الفوز قبل ما يضخ غاز منوم في الأوضة. لما أنيتا فاقت الجثث كانت اختفت والباب مفتوح. دخلت أوضة اللبس ولقت كل شرايط الضحايا، وسرقت الكارت كمان. في الحمام غسلت كل الدم من على جسمها. وفي أوضة نوم صغيرة كان في صورة لباري مع مراته ورسومات مريبة على الحيطان. بعدين مشيت في الطرقة ولقت باري في أوضة تانية بيعرض عليها تلعب لعبة أخيرة. أنيتا المرعوبة دخلت وقعدت قدام 3 صناديق واتخضت لما فرقع قنبلة زينة. أنيتا بتسأل لو هو ده كل اللي باري بيعمله، وهو جاوب إن باري مات لأنها هي قتلته. عرضت عليه إنها تقول للعالم إنها كدبت، بس باري ما كانش له رد فعل، وده خلاها تشك إذا كان هو عمل حاجة فعلا. باري اتجنن وبدأ يهرتل ويصرخ عن أفعال أنيتا. بعدين طلب منها تختار صندوق، لو ما عملتش كده هيقتل أمها. أنيتا أخيرا شدت خيط عشان تختار صندوق، وطلع جواه تورته. وأول ما باري بدأ يغني هابي بيرثداي، أنيتا طلعت الكات وشرطت وش باري قبل ما تجري تهرب. قدرت تخرج بره بسرعة وافتكرت إن الموضوع انتهى أخيرا، بس باري شغل الصعق ووقعها. باري شرح لها إن كل ندبة في وشه بتمثل قتيلة، فأنيتا عملت واحدة لنفسها خلاص. وبالسلسلة سحل أنيتا ورجعها جوه، غرز راسها في التورته وثبتها ثواني. بس للمفاجأة ما كانش فيه أسلحة مخفية. باري قال لها إنها مسموح لها تمشي وإن التورته طعمها وحش جدا. فجأة وش أنيتا بدأ يحرقها وعينيها احمرت. قالت إنها مش شايفة وصرخت من الألم وهي بتحاول تجري تاني، بس ما قدرتش تتحرك ووقعت في الطرقة. جسمها قعد يتلوع لحد ما ماتت أخيرا. باري قعد جنبها ودندن تتر البرنامج بتاعه للكاميرا. شريط فيديو أظهر باري بيعذب مذيع التوك شو لحد ما اعترف إنه فعلا اعتدى على الستات دي، بس الشركة دفعت لهم فلوس وسكتتهم. بعدها باري قتله بإنه خبط دماغه بشاكوش. وبس كده يكون خلص الفيلم. اتأكد إنك تشترك وتفعل الجرس عشان تشوف فيديوهات أكتر زي دي. شكرا للمشاهدة.